هل الحقيقة لو واضحة زي الشمس قدّام عينك، هل أنت هتصدّقها وهتروح معاها، والّا ممكن تعيش في حالة إنكار وما تصدّقهاش وتقول لأ أنا اللي عيني دي شايفاه ده أكيد مش حقيقة؟ في الحقيقة الوهلة الأولى أنت لمّا حد يتكلّم هيقول لك إزاي يعني؟ ما هو طبيعي إن أنا لمّا شايف الحقيقة قدّامي أو أنا شايف حاجة معيّنة قدّامي ما هي الصورة واضحة. أنا إيه اللي يخلّيني أصلًا إن أنا أنكر الحقيقة دي؟ إيه اللي يخلّيني إن أنا أنكر الحقيقة ديّة؟ إيه اللي يخلّيني إن أنا ما أصدّقهاش ما دام هي واضحة وضوح الشمس يعني؟ والحقيقة سفينة سيدنا نوح هي يمكن بتعبّر أو أحسن تعبير بيعبّر عن الموضوع ده. لمّا جات تعالوا نبدأ القصة من الأول. أنتم عارفين قصة سيدنا نوح إيه أصلًا؟ سيدنا نوح كان واقف بيبني سفينة على اليابسة، يعني واقف بيبني سفينة على اليابسة كده. ده بعد إيه بقى، بعد ما قعد يدعو قومه تقريبًا 1000 سنة إلا 50 عامًا، يعني سنين الدعوة بس 1000 سنة إلا 50 950 سنة. تمام. سيدنا نوح لمّا قعد يدعو قومه الفترة ديّة يُقال إن اللي آمنوا بيه بضع ما كمّلوش ال100. تمام. في قصة سيدنا نوح الفكرة إن سيدنا نوح بذل كل ما يمكن، حتى هو سيدنا نوح وهو بيحكي في القرآن الكريم بيقول لربنا سبحانه وتعالى إيه: "ثم إني دعوتهم جهارًا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارًا." حتى لو جه حد يسمع، طب إيه أسررت لهم إسرارًا وأعلنت لهم يعني إيه؟ أنتم عارفين إن الموضوع وصل بيهم إن هم لمّا كانوا بيسمعوه كانوا بيستغشوا ثيابهم، جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم، إن هم كانوا بيحطوا صوابعهم في ودانهم عشان ما يسمعوش. عارف سيدنا نوح كان بيعمل إيه؟ كان بيكلمهم بلغة الإشارة. أنتم متخيلين قد إيه هو مؤمن، هو خايف عليهم، هو مؤمن مؤمن بالرسالة اللي هو بيتكلم عنها، ومؤمن إن هو ينذرهم من العذاب اللي هيقابلهم لو هو ما راحوش مع الحقيقة. وبالمناسبة ده سيدنا نوح كان رجل صالح وموجود بينهم وهم عارفينه. فالمفروض الطبيعي إن لمّا الرجل الصالح ده يكون موجود وفي أمارات كتير بتقول إن الراجل الصالح ده كلامه صح، أروح معاه. الفكرة اللي حصلت بقى بعد كده إن ربنا سبحانه وتعالى قال له: "خلاص أنت وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن و فسيبك فلا تبتئس بما كانوا سيبك منهم واصنع الفلك." ابني بقى الفلك. طيب ال 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 الأحداث بتبدأ إنها تتسارع يقول لك: "ويصنع الفلك وكلما مَرَّ عليه ملأ من قومه سخروا منه." يعني يقولوا له: "أنت بتهزر؟ يعني أنت خلاص مش مكفّيك الكلام اللي أنت عمّال تقوله لنا والحوارات اللي أنت جاي تكلمنا فيها ومش عارف إيه، خلاص بقى ده هبِّت منك خالص وواقف بتبني تخيّل يا جماعة إن أنا في الشارع بتاع بيتنا والّا في مكان فاضي تمامًا، المكان ده ما فيش فيه حتى بحر، ما فيش فيه أي حاجة، واقف بابني سفينة." ف ف ف فهو وهو بعد ما دعاهم كتير فقال لهم: "قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون." لحد بقى إيه، حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور. هو ده بقى مربط الفرس هنا. اللي حصل إيه بقى، إن فجأة يُقال إن الماء اللي جه أعلى من الجبال، اللي هو الماء اللي هو اللي جه عليهم أو الفيضان اللي جه عليهم أعلى من الجبال. ف ف فربنا في الحالة دي بقى لحظة الحقيقة. لحظة الحقيقة يعني إيه؟ يعني لحظة الحقيقة ديّة اللي هو إحنا بتبقى موجودة قدّامنا وبتعدّي علينا وبنقول قبلها، إحنا قبلها بنقول إن إحنا مستحيل طبعًا الموضوع يحصل، لكن لمّا بتبقى شايفين بعينينا وبنغرق عادي على فكرة عادي. عارفين في لحظة الحقيقة دي إيه اللي حصل؟ في لحظة الحقيقة ديّة الناس اتقسّمت لحاجات كتير أوي. في ناس اتقسّمت، سيدنا نوح قال لهم الناس قال لهم اركبوا معانا فهُم ركبوا مع سيدنا نوح وهُم مصدّقين. في ناس تانية ركبت وهي لسه مش مقتنعة ومش مصدقة ولسه شاكة. في ناس تالتة قالوا لأ ده في سبل نجاة كتير تاني. في ناس رابعة أنكرت أصلًا اللي سيدنا نوح عامله ده، اللي هو يعني عادي هتتحل يعني ما فيش حاجة هتحصل. الناس نفسها اتقسمت في وقت الأرض فجأة بتنشق عن مَيّة زي جبل، وما فيش إلا السفينة ديّة هي وسيلة النجاة الوحيدة. ده طب يعني أقرب الناس مين؟ أقرب الناس ابن سيدنا نوح لمّا بيقول له سيدنا نوح بيقول له: "وهي تجري بهم في موج كالجبال." الموج زي الجبل. "ونادى نوح ابنه." شوف سيدنا نوح: "وقال في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين." يعني إيه تاني أكتر من كده؟ اركب معانا.
انت دلوقتي الارض دي كانت ناشفه وانت شايف المعجزه بعينك وانا بقول لك اركب معانا وما تكونش مع الكافرين، ده خلاص هيغرقوا. قال له ايه؟ قال سآوي الى جبل يعصمني من الماء. طيب فانت هل بالمنطق والعقل كده لو انت جيت تفكر كده فيها بالعقل، يا عم جبل ايه اللي هيعصمك من الميه؟ ده الارض كانت ناشفه والراجل ده هو الوحيد اللي كان بيبني سفينه، فالراجل ده هو اللي فاهم. انت يعني جبل ايه اللي هيعصمك من الميه؟ مفيش. فلحد في الاخر قال لا عاصم اليوم من امر الله الا وحال بينهما الموج فكان من المغرقين فغرق. الفكره هنا فين؟ الفكره اللي انا عايز اقولها ان اوعى تكون مصدق فكره ان انت من غير ما تكون مستعد ومن غير ان انت ما تتحرك وان انت ان انت هتكون مؤمن بالحقائق اللي هي ظاهره قدام عينك. انت الحاجات دي عمرك ما هتشوفها، عمرك ما هتشوفها لما تتحرك وتسعى، عمرك ما هتشوفها لما انت تروح تخبط على كل اولا بيبان ربنا سبحانه وتعالى عشان تتعرف على ربنا سبحانه وتعالى، فربنا سبحانه وتعالى يعرفك وربنا سبحانه وتعالى يقربك ليه. على كل بيبان الرزق ان انت محتاج ان انت تروح تخبط على كل البيبان عشان تقدر تشوف الحياه. على فكره الحياه اوضح من الشمس، هي معروفه وان ليس الانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الاوفى. هي معروفه، يعني هي معادله ربنا سبحانه وتعالى في الكون دايما معروفه ان انت يا هتكسب في الدنيا وهتكسب في الاخره وهتكسب كل المعارك او اغلب المعارك اللي انت هتدخلها، يا في الدنيا هتصارع لحد ما تقابل ربنا وفي الاخر تقابل ربنا وتقول له ان انت حاولت كتير قوي، يا اما خلاص هتختار الدنيا. فهتختار الدنيا وتبعد اصلا عن طريق ربنا سبحانه وتعالى، فانت هتمشي فيها باي طريقه. المعادله سهله، يعني المعادله بتاعت الحياه وبتاعت الدنيا سهله. احنا في الاخر بنبقى شايفينها سهله وفي الاخر بنروح سآوي الى جبل يعصمني من الماء. بروح وانا شايف قدامي، انا ابقى شايف قدامي ان ربنا سبحانه وتعالى حل لي كام مشكله هي كبيره واروح الجا لحد تاني غير ربنا سبحانه وتعالى. ابقى شايف ان يعني انت يا حبيبي مش هتشتغل شغلانه حلوه ولا هتروح في اي مكان الا اما تتعلم لغه. لا ده انا هشتغل يعني الفهلوه بقى هتشتغل وانا هعمل مش عارف ايه مش هتحصل. هي ربنا سبحانه وتعالى حط سنن في الكون. لو ما كانش سيدنا نوح قعد 950 سنه بيدعوهم والدعاء ده بان هو بيتكلم وبعد كده لما سدوا ودانهم بيكلمهم بلغه الاشاره وبيحاول وبيعبد ربنا سبحانه وتعالى عشان يعينه، ما كانتش اللحظه بتاعت السفينه هو اللي راكب في السفينه وهم غرقانين. هي ما فيهاش. فانت لو ما خدتش بأسباب القوة الحقيقية، انت لو ما بدأتش من النهاردة ان انت تبني السفينة بتاعتك عشان تعبر بيها للناحية التانية، يعني للأسف ومع انك شايف ان الموضوع بعيد ولكن هتكون النهاية فحال بينهما الموج فكان من المغرقين.